ماني تقول والحزن في القلب خيام، وامطرت عينها بالدمع مثل السحابة، في شاق الحيد والصخره الصام، ويا حنيني على من طالع عني غيابه، ويا حنيني على شمع حن شكي مراقم، وما تحن نفس الطعشر بوقت الحرابة، وما تحن نفس الطعشر بوقت الحرابة. مرثيه بقلم الضيق والأسى من أماني في موت ابنتها، وهي تعبر وتحكي بما فيها. من أداء أبو أسعد النصيري، هندسة وإخراج الأستاذ هشام الكوماني. تقول والحزن في القلب خيم، وامطرت عينها بالدمع مثل السحابة، في شق الحيد والصخره الصم، ويا حنيني على من طالع عني غيابه، ويا حنيني على شمع حن شكي مراقم، وما تحن نفس الطعشر بوقت الحرابة، ويا ضيا مقلتي بابكي على شوذر في الدم، مكسى فراقه والاصدقاء والقرابة، وبعد فرقه شماعات شفت راحه ومغنم، وأوصلي خاطري فوي مأكلها وشرابه، قد عافت النفس باقعة والتوى حولي الهم، وصبحت عيشتي والوقت مثل الخرابة، وكل ما كان أشوفه وشين جالي عني الغم، ويا ابنتي قد فراقش ضبابة، وبعد فرقاش قاد عمري مراره وعالقم، وأصبح الضيق فينا والحزن والكابة، وهي الموت شلت كنز غالي ومنجم، ويوم خلت ابنتي خليت كبدي مصابة، وما تجاوز عمرها سن عامين أو تم، وأعلنت عننا الفرقة وطول الغيابة، من وقت ساقاني من السم الأرقم، وذقت الموت بأشكاله وكامل عذابه، يا بنت قلبي بعدش البيت أظلم، والفؤاد احترق والجرح زاد التهابه، وشلش الموت من حضني وقلبي تحطم، ويوم ربي حكم وامر القدر استجابه، وكان فيها من الحر حسنه هذه تأقلم، لكن امر القدر ضيق لقلبي شبابه، وضاقت الارض بي والجو غدر وغيم، وصبح الضيق في صدري يشق الصلابه، وربنا في الخلود يا واجعل سكنها ويرحم، وعند رب السماء واشفع لنا من حسابه، ونحمد الله على ما قدره لي وأقسم
مقتنع بالقدر راضي بما الله جابه، والرجا في إله يجعل القلب ملهم بأجمل الصبر يلهمني وراجي ثوابه، والرجا في إله ويجعل القلب ملهم بأجمل الصبر يلهمني وراجي ثوابه. ثم الصلاة تبلغ الماء واختار ذي حل زمزم هو خاتم الأنبياء